هذا البرنامج هذا البرنامج برعاية دار المرأة في قامشلو والهلال الأحمر الكردي. للمزيد من الاستفسار يمكنكم التواصل أو زيارة دور المرأة والهلال الأحمر الكردي في المدن والبلدات التالية: دار المرأة قامشلو، الحي الغربي، خلف جامع قاسمو، مقابل مدرسة الزهراء. هاتف 426 184. دار المرأة الحسكة، تل حجر، فوق حلويات العمر، مقابل مدرسة عدنان مالكي، شارع الكراج. هاتف 371 115. دار المرأة جركيلجي، شارع البلدية، مقابل الدكتور خليل للأسنان، بجانب مؤسسة نقابة الفلاحين. الهلال الأحمر الكردي، مستوصف قامشلو، جانب مشفى بنك الدم. موبايل 098 164 5879. مستوصف جركيلجي. موبايل 093 59 85 121. مساء الخير مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص بالمرأة برعاية الهلال الأحمر الكردي ودار المرأة في قامشلو. للتفاعل مع موضوع الحلقة يمكنكم الاتصال على الرقم الأرضي 429 101 ورقم الواتساب 0938280814 وكمان على صفحة الفيسبوك بوير عربي. سرطان الثدي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً لدى النساء في جميع أنحاء العالم، وبحسب دراسات عالمية 1 من بين 8 نساء معرضة للإصابة به. الأهم عدم ربط السرطان بالموت، لأن الوعي والكشف المبكر ضروريان، لأنهما يساهمان حتما في الحد من هذا المرض، أو على الأقل العلاج المبكر له قبل انتشاره وصولا إلى الشفاء التام. ويعتبر شهر تشرين الأول أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي المعروف بالشهر الزهري أو الوردي في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وفي الكشف المبكر عنه وعلاجه. ما هو سرطان الثدي؟ أسبابه، العوامل المرتبطة بحدوثه، وأبرز النصائح للنساء والفتيات لتجنب هذا المرض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة مروة محمد، أخصائية في التوليد وأمراض النساء وجراحتها. مساء الخير دكتورة مروة، أهلا وسهلا فيكي في إذاعة بوير. أهلا وسهلا فيكم دكتورة، قبل أن نبدأ بالحديث عن علامات وأسباب سرطان الثدي، حبذا لو تعرفي لنا مرض سرطان الثدي. سرطان الثدي هو مثل ما ذكرتي حضرتك هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء سواء بالدول المتقدمة أو النامية. وواحدة من كل 8 نساء معرضة للإصابة فيه بكل دول العالم. طبعا السبب هو نمط الحياة والوراثة، ومثل ما قلنا الكشف المبكر هو الطريقة المثلى للتعافي من الإصابة وتقليل من معدل الوفيات. نعم. سرطان الثدي هو عبارة عن نسيج الثدي عندما تبدأ الخلايا بالنمو غير طبيعي، لا تسيطر الجهاز المناعي على هذه الخلايا، فتؤدي إلى أنه نمو غير سليم أو نمو غير طبيعي لها، يعني بسبب مثلا طفرة أو يعني جينات بعدين بدنا نحكي عنها. هذا بيؤدي إلى تشكل كتل أو تغيرات بالثدي، فما يعرف عن سرطان الثدي. يا ترى في عمر محدد لمرضى السرطان؟ ما في عمر محدد، لكن تزيد الإصابة بالأعمار الكبيرة المتقدمة. نعم. شو هي أبرز علامات وأعراض سرطان الثدي؟ أولا كتل في الثدي أو أي مناطق يختلف ملمسها بين منطقة لمنطقة من الثدي. أي إفرازات دموية من الحلمة حتى إذا كان مو دموي كمان، يعني أي نز اللي عند غير المرضع وغير الحامل يجب أنه مثلا تستشير الطبيب. أو شو نوع الإفرازات؟
الإفرازات الدموية أكثر شيء بتوجه يعني، بس إذا كان في أي إفراز عند غير يعني السيدة ما كانت موضع ولا حامل، خلي إنه تستفسر عن سبب هالإفرازات. نعم. إذا كان في تغير بحجم أو شكل الثدي يعني في فترة صغيرة قصيرة، يعني السيدة تلاحظ إنه حجم الثدي أكبر من الثاني بفترة قصيرة، كمان تراجع الطبيب. إذا كان ملمس الجلد على الثدي مثل خشونة، لاحظت مثل خشونة، تسمك، علامة قشر البرتقال نحن نسميها، هاي كمان من أحد الأعراض. أو انقلاب الحلمة، أي دخولها إلى داخل نسيج الثدي، طبعا في فترة قصيرة يعني جديد، ما في بعضهم يكون عندهم طبيعة الحلمة بتكون داخلة لجوا، بس إذا كان في فترة قصيرة صارت هالمشكلة عندها يجب أن تراجع. وإذا كان في عندها ألم شديد مستمر بالثدي، وإذا كان في عندها تقشر بالجلد أو حلمة الثدي. دكتورة، هل هالعلامات عم بيصير مع الثديين ولا ثدي واحد؟ احتمال بثدي واحد أو بالثديين. نعم. شو هي أسباب الإصابة بسرطان الثدي؟ هلا الأسباب يعني مثل ما قلنا أكتر شيء الطفرات والوراثة والتاريخ العائلي بيلعب دور يعني، بس الأكثر الشيء لحد هلا ما في سبب معين لسرطان الثدي، بس في عوامل للخطورة يعني أكثر شيء. نعم. شو هي العوامل؟ عوامل الخطورة، العوامل المرتبطة بحدوث سرطان الثدي. أولا تقدم العمر، إنه السيدة كل ما كبرت بالعمر صار عمرها فوق 60 سنة معرضة للإصابة أكثر. إذا كان تعاطي الخمر أو التدخين البداني، لأنه بتزيد من نسبة الأستروجين بالدم، هي نسبة سبب من أسباب سرطان الثدي. إذا كان إصابة سابقة بسرطان ثدي، يعني إحدى الثديين كانت إنه صار عنده سرطان بإحدى الثديين، احتمال نسبة الإصابة بسرطان إنه عندها تكون أكثر من غيرها. نعم. وجود تاريخ عائلي بالإصابة، يعني سيدة يكون عندها تاريخ أنه الأم أو الأخت بعمر أصغر من 40 سنة تعرضت للإصابة بالسرطان، فنسبة الإصابة عندها بنسبة 5 ل 10% أكثر من غيرها. هون الوراثة يعني الوراثة بتلعب دور. نعم. إذا كان نسبة الإصابة أقل يعني بعمر أقل من 40 سنة. وجود طفرات وراثية كمان نحن نسميها البيركا 1 والبيركا 2، هدول طفرات بتشير يعني كتير لوجود أو الإصابة بالمستقبل بسرطان الثدي. بلوغ الفتاة بعمر صغير يعني بعمر أقل من 12 سنة يعني، فهي كمان معرضة للإصابة بسرطان أكثر من غيرها. البلوغ المتأخر يعني فوق العمر 50 كمان هي معرضة للإصابة بالسرطان، لأنه تتعرض للإستروجين، والإستروجين هو السبب الأساسي للسرطان يعني. دكتورة، بس هي نقطة، البلوغ المتأخر فوق 50 من البلوغ، سن اليأس قصدي. سن اليأس المتأخر. نعم. فوق عمر 50 كمان بتزيد من نسبة الإصابة بالسرطان. وعندنا عدم الحمل مطلقا، يعني سيدة مثلا لم يحدث عندها حمل أبدا معرضة للإصابة أكثر. سيدة أنجبت أول طفل لها بعد عمر 35 كمان تزيد من نسبة الإصابة، أو عدد الأولاد قليل كمان تزيد من نسبة الإصابة. وطبعا تعرض للعلاج الشعاعي بمرحلة الطفولة أو المراهقة لأي سبب من الأسباب، يعني مثلا كان في عندها مشاكل بالأورام بالصدر أو يعني الظهر، الدماغ، هي كمان تعرض للعلاج الشعاعي بيزيد من نسبة الإصابة. طبعا العلاج الهرموني نحن نسميه المعالجة الهرمونية المعيضة، نحن ما في عندنا هذا العلاج، يعني نسبة قليلة جدا من السيدات بعد سن اليأس بياخدوا أدوية هرمونية مشان يخففوا من أعراض سن اليأس من الهبات الساخنة وهشاشة العظام، فبياخدوا أدوية هرمونية. فهي كمان يجب أن تكون تحت إشراف طبيب، ويعني تكون واعية السيدة لمخاطر هالمعالجة الهرمونية المعيدة، يعني تزيد لأنه من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. نعم. وطبعا جنس الشخص، الأنثى معرضة للإصابة أكثر بسرطان الثدي، ولكن هذا لا ينفي أنه إصابة الذكر أيضا بسرطان الثدي، بس نسبة أقل بكثير من السيدات. نعم. والرضاعة الطبيعي لها دور أساسي بالحماية طبعا. دكتورة، ذكرتي الأعمار أنه فوق 35 وفوق 40 وفوق 60، يا ترى عم يصبنا بالنساء تحت 30؟ احتمال وارد بس قليل إذا كان في عامل وراثي أو عائلي. عامل وراثي. نعم. بالنسبة لحبوب منع الحمل، هل ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ حبوب منع الحمل ترفع الإصابة، خاصة إذا كانت يعني بالنسبة للسيدة كانت فوق عمر 35 سنة وكانت مدخنة، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، يعني لأنه هي بتزيد من نسبة الأستروجين، الهرمونات المصنعة بالجسم. يعني في كمية محددة؟ سنوات
يعني مو إنه كمية، يعني إذا تعرض يعني أكثر من سنة سنتين 3 احتمال تزيد من نسبة الإصابة. نعم دكتورة، ذكرتي أنه وجود كتلة في الثدي فهو يعني أحد العلامات سرطان الثدي. يا ترى شو هي أسباب ظهور أورام ليست خبيثة في الثدي؟ أكثر الأسباب تكون عوامل وراثية أو الإشعاعات أو تعرض مثل ما قلنا حبوب منع الحمل، أو إذا كان في سوء تغذية أو تغذية غير صحية يعني. وأكثر شيء التهابات بالثدي يعني تكون أحد الأسباب في ظهور الأورام، احتمال تكون غير خبيثة. نعم، كيف بدنا نميز بين الورم الخبيث والسليم؟ هلا الورم الحميد أو السليم بيكون تطوره بطيء، يعني نموه بالسنوات بيكون. نعم. عدم ما ينتشر، قليل الانتشار للمحيط يعني أو للمناطق البعيدة من الجسم. بيكون ملمسه ناع أملس مدور، يعني سهل الجس، يعني متحرك على الجلد وعلى العمق بالنسبة لنسيج الثدي. نعم. وكمان بيكون ما بيؤدي إلى تغيرات بالجلد الثدي، يعني عكس الورم الخبيث اللي بتكون غير كل هالأعراض، بيكون شائك ومتشبث بالأنسيج، متقشر ويؤدي إلى تغيرات في شكل جلد الثدي يعني، وغير قابل للحركة يعني. نعم دكتورة، كما ذكرتي من علامات سرطان الثدي إنه الألم الشديد في أحد الثديين، لكن الفتيات عم يعانين من ألم قبل الدورة الشهرية، فكيف بدنا نميز؟ هل الألم قبل الدورة الشهرية هذا ألم طبيعي، بيكون ألم احتقاني بالثديين، وإذا بيخف بعد حدوث الطمس فهذا غالبا سبب احتقاني يعني وتغير في الهرمونات. أما الألم المستمر والشديد يعني حتى مع استمرار الدورة الشهرية وبعد إيقافها كمان إنه لازم تكون إحدى علامات سرطان الثدي. نعم دكتورة، كيفية الحد من مخاطر سرطان الثدي بالنسبة للنساء المعرضات لخطر الإصابة، كما ذكرتي إنه العامل الوراثة والمدخنين؟ أولا الحد من مخاطر سرطان الثدي هو بيكون بالكشف المبكر عن السرطان، إنه الفحص الذاتي للثدي كتير مهم يعني. لازم كل سيدة تعرف إنه كيف تفحص الثدي ذاتيا بالبيت، وإذا صار عندها أي مثلا شك إنه في عندها كتلة أو أي تغير بالثدي يعني تراجع الطبيب مباشرة بدون خوف، لأنه ليس كل ورم خبيث ليس كل ورم في الثدي هو خبيث. وفي إجراءات تانية يعني بدنا نحكي عنها بعدين، الماموغرامي والإيكو والخزعة. نعم. تغيير نمط الحياة كتير مهم كمان للحد من المخاطر. نعم دكتورة، رح ناخذ فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بويار FM في حلقة جديدة من برنامجنا الخاص حول سرطان الثدي. معنا في الاستوديو الدكتورة مروة محمد. أهلا وسهلا فيك مرة تانية دكتورة مروة. أهلا. دكتورة، برأيك هل هناك علاقة أو ارتباط بين الحمل والإصابة بمرض سرطان الثدي؟ الإصابة نادرة الحدوث، سرطان الثدي نادر الحدوث بالحمل يعني، ولكن في حال الإصابة إنه نقارن المخاطر اللي يتعرض لها الجنين مع العلاج يعني. نعم. يعني إذا كانت السرطان يعني احتمال إنه السيدة الحامل تتعرض للإصابة ويمكن نوصلها لنهاية الحمل كمان بدون ما يصير أي أضرار على الجنين وعليها، حسب يعني الطبيب هو اللي بيقرر يعني إذا هذا الحمل راح يستمر ولا السرطان إنه مثلا لازم ينهى الحمل بسبب العلاج. في أي أشهر عم يأثر على الجنين؟ هو إذا بالأشهر الأولى يعني غالبا ما راح يأثر، إذا كان جراحي يعني بالأشهر الأولى ما بيأثر. يعني لو كانت حامل أو أصابت بسرطان الثدي هل هي معرضة للاستئصال أم يأجلوا العملية لبعد الولادة؟ حسب الوضع العام للسيدة إذا بتتحمل ولا لا، إذا كان مثلا سرعة انتشاره حسب درجة الورم، يعني إذا كان مثلا كم شهر نصبر عليها ما يصير عندها اختلاطات لبعدين فينا نصبر. إذا ما كان هيك فالتدخل الجراحي يعني آمن للحامل في حال سرطان. وهل يمكن أن تؤثر الإصابة على عملية الحمل بعد الشفاء لدى بعض النساء؟ هو النصيحة
إنه الحمل بعد الشفاء التام من سرطان الثدي يكون بحدود السنة يعني. وصراحة هو إذا كان العلاج جراحي فقط للسرطان فنسبة التأثير على الحامل أو على السيدة يعني بالرغبة بالحمل اللي بعدين تكون قليلة. بس إذا تعرضت للعلاج الكيماوي والشعاعي فيها أضرار على جسمها يعني، حتى بيأثر على الرحم وعلى المبايض فيقلل نسبة الحمل لبعدين يعني. حتى مضاعفات أكتر بيصير عندهم بالحمل بسبب العلاج الكيماوي، بيأثر على الرئة وعلى القلب. لكم سنة؟ هو يعني بعد السنة الحمل احتمال وارد إنه يعني آمن بيكون يعني، بس احتمال يصير عنده مضاعفات بسبب العلاج. نعم. دكتورة، بعد الشفاء من مرض سرطان الثدي هل المرأة تستطيع أن تقوم بالرضاعة الطبيعية؟ الرضاعة الطبيعي يفضل أن يوقف في أثناء العلاج بالسرطان، لأنه حتى المواد بتنفرز عن طريق الحليب يعني. حتى إذا كانت مثلا خلصت علاج خاصة الكيماوي يعني احتمال هالمواد تنفرز بالحليب لفترة بعد العلاج كمان. نعم. فيوقف الإرضاع. بالنسبة للتشخيص، ما هي أهم الإجراءات التشخيصية للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ أولا الكشف المبكر عن سرطان، الإجراءات التشخيصية أول شيء هو الفحص الذاتي. السيدة بتجي لعند الدكتور بتقول دكتور أنا شاكي إنه عندي كتلة بالثدي، فهو الفحص الذاتي للثدي كتير مهم. إنه السيدة تفحص دائما بعد الدورة الشهرية بأسبوع، بعد يعني تفحص ثدي تحت الأبط تشوف إذا في كتلة بعد الدورة الشهرية مباشرة. نعم. وإذا سيدة ما كانت بسن اليأس كل شهر تختار يوم معين من الشهر، كل شهر دوري تفحص. فإذا شكت بوجود أي كتلة أو تغير بالثدي تتوجه إلى الطبيب. الطبيب هو الخط الثاني يعني يفحص الثدي بشكل سريري نظامي تحت الأبط، وفحص ذاتي معروف. دكتورة مروة، لو تعيدي مرة ثانية عن فحص الذاتي. الفحص الذاتي للسيدة تفحص نعم. اللي بيكون بعد الدورة الشهرية للسيدة اللي يعني لديها دورة شهرية منتظمة. بعد الدورة الشهرية مباشرة تفحص الثدي يعني في حركات معينة يعني دائرية، وتشوف إذا في مثلا أي تغير بالثدي، توقف عند المراية تشوف إذا حجم الثديين متناظرين، ما في كبر بحجم واحد أكبر من الثاني. نعم. الحلمة نظامية، في تغير بشكل بالجلد ولا لا. وإذا لاحظت أي شيء بتتوجه لعند الطبيب. الطبيب كمان هو بيكون يفحص الثدي كمان ذاتيا عنده بالعيادة يعني. وإذا لاحظ أي إشكالية التشخيص الثالث بيكون عن طريق الماموجرام. الماموجرام هو عبارة عن أشعة سينية تتعرض للسيدة، بتكشف إذا في كتل أو أي مشكلة بالثدي يعني عند السيدة. حتى بتكشف الأورام قبل النمو يعني، إنه مثلا إذا باليد ينكشف ورم حجمه 1 سنتي يعني بعد 5 سنوات الماموجرام بيكشفه يعني فينا نأخر من يعني نستأصل السرطان قبل ما يتطور ل5 سنوات كمان. نعم. وفي كمان الإيكو كثير كمان وسيلة تشخيصية مهمة يعني، فرق بين الكتل الصلبة والكتل السائلة. إذا هاي الكتلة اللي نحن شاكين فيها بالفحص إنه هاي فيها سائل ولا كتلة صلبة يعني. وفي طبعا التشخيص الأساسي للسرطان هو الخزعة المشخصة، هي اللي إنه تأكد إذا هذا ورم خبيث ولا سليم. وفي عندنا كمان وسيلة تانية هي المرنان الرنين المغناطيسي. نعم. هاي الوسائل التشخيصية. لو نتحدث عن الخطة العلاجية لمرضى سرطان الثدي، وهل هي موحدة لجميع المصابات أم هناك اعتبارات طبية؟ هلا الخطة العلاجية لسرطان الثدي هي أولا تحديد مرحلة السرطان، وهي بتكون أولا مثلا اختبارات الدم. تقريبا لكل السيدات بيعملوا هالشيء، إنه تحليل اختبارات الدم، تصوير شعاعي للثدي الآخر يعني. إذا كانت إصابة بثدي واحد لازم الثدي الثاني كمان يتصور، فحص للعظام ومضان عظام وطبقي محوري لجميع الجسم. وفي عندنا نحن 5 مراحل للسرطان. نعم. 0 هو الورم بيكون غير غازي ويكون متوضع بالأقنية يعني قابل للشفاء. أيوة قابل للشفاء، وبيكون مثلا ما في انتشار أبدا. والدرجة الرابعة بيكون غازي ومنتشر بالجسم عن طريق الأوعية الدموية أو القنوات الليمفاوية. نعم. هل هناك علاقة بين سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون؟ إذا العامل الوراثي، إذا كان في العائلة في سرطان مثلا أكثر من سرطان ثدي أو سرطان مبيض أو قولون، فهذا في تنازل، نحن نسميه تنازل ليش، بيكون نسبة الإصابة بالسرطانات عندهم مرتفعة يعني، وحتى بتكون مشتركة كمان يعني، احتمال يكون مع بعض. نعم. دكتورة، شو هي طرق الوقاية من سرطان الثدي؟
طرق الوقاية من سرطان الثدي، أولا مثل ما قلنا أنه تغيير نمط الحياة، أولا الرياضة، الحفاظ على غذاء صحي، عدم تناول حبوب المنع لفترات طويلة، والابتعاد عن المعالجة الهرمونية المعيضة كمان لأنه هي أحد الأسباب. وطبعا الفحص الذاتي للسيدة لازم تتعلم، وهذا كتير بيحمي وبيوقي من يعني بيكشف السرطان بالمراحل الأولى. نعم دكتورة، في بعض المعتقدات الخاطئة لسرطان الثدي الشائعة بين الناس، لو نتحدث عن بعض منها. هلا في معتقدات انه تزداد فرصة الإصابة للسيدات اللواتي ظهر في عائلاتهن حالات من سرطان الثدي، انه بس انه الفكرة عند الناس انه اذا في شيء عائلي بالعائلة سرطان معناها هدول بس بينصابوا. لا، نسبة الإصابة بشكل عام 70%، يعني حتى ما يكون عندهم اي عامل وراثي يعني. فانه الإصابة العائلية يعني بتخلي الواحد يتوجه اسرع انه مثلا احتمال يكون عنده للتأكيد للاطمئنان. نعم، بس انه هذا ما بينفي انه اذا بس وحدة عندها بالعائلة مريض سرطان معناته هي تنصاب يعني. فهي فكرة خاطئة عند عند الناس. نعم. وارتداء حمالة الصدر السلكية أو الضاغطة بتزيد من فرصة الإصابة، ما لها علاقة أبدا يعني، لا بتزيد ولا بتنقص من الإصابة. وكانت إنه معظم الكتل عند الناس والنتوءات المجسوسة في الثدي سرطانية. قلنا إنه في 80% من الكتل النسيجية بالثدي هو عبارة عن ورم سليم. فمثل ما قلنا إنه السيدة لازم ما تخاف وتستشير الطبيب بأسرع وقت يعني، وما تهمل حالة يعني، لأنه 80% بهذا الورم يمكن أن يكون سليم. التعريض الورم للهواء هاي كتير فكرة شائعة عند الناس، انه والله اذا عملنا جراحة رح يزيد من نسبة الإصابة وينتشر السرطان. فهي فكرة خاطئة يعني، ما لها علاقة ابدا الجراحة بزيادة نسبة انتشار الورم. لما تكون جراحة بالثدي ما له علاقة يعني، يقولوا انه اذا بس عملنا جراحة او عملنا خزعة لانه كثير في نسبة شائعة عند الناس. نعم. هالفكرة يعني ما بتزيد ابدا يعني، هو نوع الورم ومرحلته هو اللي بيحدد انه هل السرطان رح ينتشر ولا لا، ما له علاقة الجراحة. وفي كمان انه الغرزات او الحشوات السيليكون اللي بيعملوا مثل تكبير ثدي هيك، انه تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان، ما بتزيد من نسبة الإصابة. بس المشكلة نحن عنا انه بتقلل من الكشف المبكر عن السرطان، لانه بيكون في عائق على التصوير يعني. بدنا نعمل اكثر من مرة تصوير ماموجرام لنكتشف انه في مشكلة بالثدي هاد ولا لا. نعم. وفي كمان فكرة انه صغر حجم الثدي للسيدة يقلل من فرصة إصابتها بالسرطان. ما له علاقة، حجم الثدي أبدا ما له علاقة بالإصابة يعني. احتمال يعني إذا كان حجم صغير ولا كبير نفس الشيء. قلنا إنه بس فكرة الناس إنه السرطان عبارة عن كتل ونتوءات فقط. لا، الاحتمال يكون حتى تغير في جلد الثدي أو حكة بالحلمة أو تقشر بالحلمة أو نز مصل دموي من الحلمة يكون أحد أعراض السرطان. نعم دكتورة، كمان في معتقد خاطئ شائع بين الناس إنه العطورات ومزيل العرق عم يزيد نسبة سرطان الثدي. ما بتزيد أبدا، ما له علاقة. كمان الضربات المباشرة، إنه إذا الثدي تعرضت لضربة مباشرة على الثدي ما بيزيد من نسبة الكيس، أكياس مثلا أورام دموية هيك، بس نسبة الإصابة بالسرطان ما بتزيد. وكمان عم يقولوا إنه استخدام الموبايل وتقدم العمر، الأشعة. نعم، أشعة الموبايل لحد هلا ما في شيء مثبت يعني. وتقدم العمر بيزيد من نسبة الإصابة. وكمان ذكرتي نقطة إنه سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا. نعم، نسبة أقل ولكن يصيب. صحة المرأة. في معتقد خاطئ كمان انه الاشعه الماموجرام بيزيد من نسبه الاصابه بالسرطان، لانه هو اشعه. مو قلنا نحن العلاج الشعاعي بيزيد من نسبه الاصابه بالسرطان. فانه هاي الفكره انه والله سيده ما بتعمل ماموجرام مشان انه ما يزيد عندها سرطان، هاي فكره خاطئه يعني، لانه نسبه الاشعه بتكون كتير قليله ومره سنويا بنعمل يعني، وبعد عمر ال40. نعم. صحة المرأة هي صحة المجتمع، فما هي الإرشادات والنصائح التي يمكن أن تقترحيها للنساء والفتيات لتجنب هذا المرض الخبيث؟ نعم. إرشادات. الأهم مثل ما قلنا الفحص الذاتي، يتعلموا كل السيدات مثل ما قلنا بعد الدورة الشهرية تفحص. إذا سيدة ما عندها دورة سن يأس، كل راس شهر تاريخ معين مثلا، كل واحد الشهر لازم تفحص الثدي ذاتيا. هي تتعلم لأنه هي يعني تتوجه أكتر يعني، إنه إذا فيش أي تغير بالثدي عندها تروح تخبر الطبيب. كل شهر
كل شهر مرة. تغيير نمط الحياة مثل ما قلنا، غذاء صحي يعني ورياضة، حفاظ على الوزن لأنه البدانة هو تزيد من نسبة الاستروجين فبيزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي. تناول الفواكه والخضار، ابتعاد عن الأطعمة المصنعة كمان مثل ما قلنا إنه تزيد من نسبة السرطان. طبعا إحنا يمكن ما في مجتمعنا كحول إنه كمان انه يفضل انه ابتعاد عنه. طبعا التدخين ايضا، الابتعاد عن التدخين، ونشجع الرضاعه الطبيعيه لانه بتزيد من تحمي من الاصابه بسرطان الثدي خاصه السنه الاولى، يعني اقل شيء سنه. طبعا ابتعاد عن حبوب منع الحمل قدر الامكان، يعني خاصه اذا كانت السيده مدخنه. ومثل ما قلنا ابتعاد عن المعالجه الهرمونيه، ومعرفه التاريخ العائلي للسيده، يعني كل سيده لازم تعرف اذا في حدا بعائلتها عندهم سرطان ثدي او سرطان كولون او سرطان مبيض مثل ما قلنا، ففي عامل وراثي عندها، مشان انه يعني تتوجه اكثر للطبيب ويعني تعمل بحث يعني او كشف عن اذا في عندها اي مشكله، يعني انه تعرضها للمستقبل بالسرطان ولا لا. وإجراء الممو مثل ما قلنا سنويا بعد عمر 40. نعم، نتمنى الصحة والعافية لجميع النساء وخاصة في شهر التوعية بسرطان الثدي. لو إلك كلمة أخيرة دكتورة نختم فيها حلقتنا. انه اهم شيء للسيدات يعني اذا صار عندهم اي مشكله يعني اي، لانه نلاحظ بالعياده انه بيصير عندهم خوف كتير كبير لما يجوا مثلا سيده تقول والله عم حس مثلا صدري عم يجعني او في كتله او في خوف عندهم، فانه بتمنى انه هذا الخوف يقللوه عندهم شوي، يعني لانه حتى الخوف كمان بيأثر على الحاله النفسيه للسيده يعني. ومثل ما قلنا 80% من اورام الثدي بتكون سليمه يعني، فما في داعي لهالخوف الكبير، ولازم الواحد يتوجه يعني يلاحظ عنده مشكله مباشره يروح للطبيب، يعني ما يأجل، يعني لأنه هذا التأجيل يعني كله ما بيخدمها يعني وما بيكون لصالحها يعني. فنحن هون يعني بدنا نوعي إنه الكشف المبكر بيقلل كتير من نسبة الإصابة كمان، وبيشفي كمان، ويعني حتى مثلا ما بتوصلها لمراحل خطيرة. وحتى الاستئصال كمان بيكون مثلا بالبداية بيكون بس استئصال للورم يعني، أو بيكون بس خزعة يعني، بعدين إنه إذا تأجل الموضوع أكثر يعني احتمال تتعرض حتى لاستئصال الثدي، وهو طبعا موضوع يعني فكرة كتير مزعجة وصعبة عند السيدة، يعني تخسر ثدي من أثناء يعني. نعم، شكرا لك دكتورة مروة على حضورك معنا اليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول سرطان الثدي. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي في الاستوديو الدكتورة مروة محمد، أخصائية في التوليد وأمراض النساء وجراحتها. وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. البرنامج بسپانسریا مالا جنی لقامشلو و هیواسور آکرده. اگر پرسن و هبن هندکارن پیوندی یانجی سردانا مالا جنی و هیواسور آکرد بکن. مالا جنی قامشلو تاخا غربی لپشت مزگفتا قاسمو برانبر دبستانا زهرا. تليفون عرضه 426 184. مالا جنی لحسكي تل حجر لجورا شيرينغها العمر برانبر دبستانا عدنان المالكي كولانا جراجان. تليفون عرضه 371 115. مالا جنی لگرکی لگه کولانا شرداریه برانبر دکتور خلیل یدرانان لکیلکا سازی و سندیکیا جوتیاران. هیواسور آکرد نخوشخانه آقامشلو لکیلکا بنگدم. موبایل 09 81 64 58 79. نخوشخانه آگرکی لگه موبایل 09 35 98 51 22.